السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. كل سنة وانتوا طيبين، يعودوا عليكم يا رب الايام بخير. اول يوم النهاردة في الفطار، يلا بينا هنشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معروف اول يوم هو المحاشي. اول حاجة جبنا الكرنباية كده، طبعا هي الكرنباية ما كانتش يعني قد كده. ليه؟ كانت ورقتها عندي اللي هي ناشفة ولها عصيان كتير. طبعا جوزي اللي جابها صراحة، يعني ربنا يبارك له ويشكر برضو اللي هو جاب لنا صراحة اليوم ده. طبعا اليوم ده كان يعني زحمة في السوق وكده، وهو بصراحة هو وجاي كان جايبها لنا. طبعا هنا سلقت بقى المية وحطيت معلقة كده من الملح ومعلقة كمان من الكمون عشان الغازات. طبعا انا بصراحة يعني اللي محتاجاها كرنباية صغيرة، وفي نفس الوقت يا دوبك انا عايزة الف حلة صغيرة. ليه؟ انا يا دوبك كمان الحلة اللي انا لفيتها دي قضت معايا صراحة يومين، يعني ما بعملش الاكل اللي هو مدة يوم واحد، لا بعمل يومين بصراحة عشان البنوتة وكده. طبعا انا عملت الكرنبايه دي ما شاء الله قعدت معايا يومين، احنا مش اكلين قوي يعني في الاكل وكده. طبعا هنا جبت بقى جنبي وانا بسلق عندي الكرنبايه. هنعمل التقليه اللي هي الصلصه بتاعه المكرونه، صلصه المحشي. طبعا انا بصراحه عاملاها مفرزاها، بس انا حبيت اوريكم هنا الطريقه. طبعا عشان انا يعني عامله التفريزات وكده عشان بتسهل معايا في نفس الوقت. طبعا هنا فرمت عندي البصل، طبعا المحشي بيحب البصل عامه، والخلطه اللي هي اساس المحشي هو البصل والطماطم والتوابل والزيت. طبعا دي اساس المحشي عشان ياخد معاكي محشي كده وطعمه حلو وجميل. كتري بقى التوابل اللي في نفس الوقت، وعندك الصلصه والبصل. فرمت البصل عندي في الكبه، وحطيت له معلقه كده من الملح عشان الريحه، وفي نفس الوقت حطيت معلقه من السكر عشان السكر هنا فايدته بيحمر معايا البصله بسرعه، ما تاخدش معايا وقت كتير وانا واقفه. طيب انا هنا بسلق وفي نفس الوقت بعمل التقليه وفي نفس الوقت بقطع. يعني ايه تعمل كده وايه تعمل كده؟ ليه؟ عشان انجز في نفس الوقت، عشان اخلص حاجتي بدري بدري. طبعا انا بصراحه المحشي كنت عاملاه من بالليل، يعني اغلبيه الحاجه كنت عاملاها من بالليل. ليه؟ انا مش عايزه اضيع شهر رمضان في الاكل وفي الحلويات وفي العزومات والكلام ده كله. انا صراحه معروفه انا مش بعزم اصلا ولا بتعزم. انا معروفه في بيتي بصراحه ما بنزلش اكتر من يعني عند ماما. بروح عند ماما بس انا بتعزم في اليوم ده. وحتى بصراحة يعني ماما مش بتيجي عشان في نفس الوقت الشغل بتاعها وكده. انا بروح عندها بس. حطيت عندي الطماطم، ضربوها في الخلاط كويس جدا، وعندي صفيتها مش عايزه فيها شوائن. حطيت هنا التوابل بتاعتي عباره عن كل حاجه نص معلقه صغيره بابريكا مدخنه، وحطيت كمان فلفل وكزبره، توابل فراخ وتوابل محشي وسبع بهارات سبعه بتدي طعم حلو قوي. كل حاجه حطيناها نص معلقه صغيره. حطيتهم ومعلقه كده من الصلصه اللي هي بتاعه العلب بتدي طعم حلو في نفس اللون، في نفس الوقت بتدي لون جميل. شايفين بقى الصلصه عندي ريحتها بجد خطيره ولا اللون جميل. طبعا هنا بعمل ايه بقى؟ بعمل التعصيج. عندي الرقاق باللحمه بقى عملتها برضو بالليل. حطيت عندي البصل دبلته، وبعد كده حطيت ملح وفلفل كزبره ناشفه وتوابل السبعه، وبعد كده حطيت عندي اللحمه حسب الكميه اللي عندك. طبعا انا هنا قطعت عندي الكرنبايه، قطعتها صوابع كده على قد الصبع اللي انت عايزاه، كبير صغير دي حاجه ترجع لك انت، تكبري الصغاري. انا يا دوبك عملت دول، وبص العصيان قد ايه، يعني اللي انا اخدتهم في نفس الوقت عملوا عصيان اكتر من كده. طبعا هنا عندي بقى الخضره والرز. خضره هنا شبت وبقدونس وكزبره، قطعتهم هنا وغسلتهم كويس جدا. حطيت الصلصه والرز وابدا هنا احشي. حطيت عندي في الحله العيدان اللي هي بتاعت عندي الكرنبايه، وببدا ارصها كده وببدا احشي. هنا عندي هنا الورق الاخضر الاول الصراحه من تحت، هي اغلبيتها اصلا كان لونها غامق مش اللون الكرنبايه الفاتحه. ليه؟ هو اصلا ساعه التفريز ده اصلا خلاص راح، يعني بقى الكرنب دلوقتي مش كويس. اللي انا اول مره كنت اجيبها بصراحه. ليه؟ انا السنه دي ما عملتش كرنب كتير، احنا ما لناش ليه تقل قوي يعني مش انا اغلبيته باكله عند ماما صراحه، ما فيش وقت ان انا اعمل كرنب. وما بحبش يعني اعمل الحاجات اللي هي بتاخد معايا وقت، مش عايز اضيع شهر رمضان مني. مش رمضان يا جماعه مش اكل وشرب وعزومات والكلام ده كله. رمضان عباره عن عباده، عن صلاه تراويح تهجد قيام ليه، ورد القران بتاعك. طيب انا الشقه بصراحه بنضفها، يعني انا نضفتها في يوم خلاص كده تقعد عليها يومين كده، او يوم على طول ايدي فيها كده مش هتاخد معايا وقت. طبعا هنا خلاص خلصت المحشي وكمان خلطه عندي الرقاق باللحمه. وهعمل بقى هنا الطشه الجميله اللي هي شوربه الفراخ. حطيت معلقه كده من السمنه ومعلقه من التوم، شوحتها لغايه لما التوم عندي احمرت معايا. نزلت عندي بطماطميه وبصلايه، وعندي توابل الفراخ كمان ورق من الغار اللي هو ورق الروري، فلفل اسمر، ملح وكزبره ناشفه، مكعب من الماجي. وهبدا عندي اسيب الشوربه كده تغلي، وهبدا عندي هنا فرختين. فرخه هناكلوها في اول يوم اللي هي البلدي، والتانية اللي هي البيضه دي
قطعتها عندي كده وهبدا اخليها لتاني يوم. انا بصراحه عامله اكلي لمده يومين، مش بعمل اكلي واقف في المطبخ يومين ورا بعض، مش بعمل كده خالص. يعني انا عملت اكلي هنا، لفيت المحشيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميله كده، والحله دي هتكفينا يومين. عملت كمان كوسه، كل ده ما شاء الله يعني قعد معانا، هقضي بيه تاني يوم. اول حاجه سلقت اللي هي البيضه، ما بتاخدش وقت، يا دوبك غليت معايا غلوه كده، وببدا ايه اخد شويه كده من الشوربه عشان هنا هعمل الرقاق معاكم. طبعا هنا خلاص ببدا اغطي عشان عندي الفرخه البلدي هتاخد وقت شويه، هي مش كبيره عامه، هي صغيره في السن عشان ما خدتش معايا كتير يعني. طبعا هنا جبت بقى الشوربه وعندي الصاج والسمنه، ببدا ادهن السمنه الاول في الصاج، وبعد كده هجيب الرقاق الناشف. انا صراحه ما بحبش الجلاش، مش بفضل الجلاش، بفضل الرقاق احلى. دي اللي انا بفضل الجلاش في الحلويات، مش بحبه خالص اللي هو في اللحمه. يعني انا صراحه ما جربتهوش، بس انا بفضل يعني دقت قبل كده عند اختي ما عجبنيش زي الرقاق. الرقاق احنا بنفضله اكتر من الجلاش. الجلاش بفضله في الحلويات. خلاص كده هنا ببدا اجيب الشوربه بتاعتي تكون سخنه، وببدا اجيب الرقاق وببدا هنا احطه عندي في الشوربه، وببدا اسقط عندي هنا في الشوربه زي ما انتم شايفين، وكل بين رقاقيه ببدا احط سمنه. فايده السمنه اللي احنا بنحطوها كل رقاقيه دي بتدي لمعه حلوه، في نفس الوقت بتدي طراوه كده، وفي نفس الوقت مبقاش معجنه معاكي. بجيب اللحمه اللي احنا كنا معصجينها معانا، طبعا هنا ببدا اجيبها. انا حطيت كام رقاقيه من تحت، بحط 4 من تحت و4 من فوق، حبه تكتري حبه تقللي اكتر من كده، دي حاجه ترجع لك. بس هي يعني الحجم ده حلو قوي، ولا معجنه ولا مش كتير، يعني طعمها حلو في نفس الوقت. طبعا هنا مش عايزينها سميكه اللي هي تخينه قوي، لا يا دوبك حلوه 4 و4. جبت بيضايه، حبه لبن، معلقه كده رشه من الملح ورشه من الفلفل، قلبتهم كويس جدا، وببدا احطهم عندي على الرقاق من فوق، وببدا ادهن عندي كده بالفرشه. طبعا انا هنا سبتها زي ربع ساعه من بره قبل الفطار كده بشويه كده، وتروحي ايه مدخلها الفرن، هي ما بتاخدش معانا وقت اصلا. انا هنا ببدا خلاص عملت شوربه الخضار اللي هو لسان عصفور. بصوا شوربه الفراخ البلدي جميله جميله، وريحتها بجد هايله. هبدا بقى خلاص، انا صليت العصر هنا، كنت الحاجه دي مخلصاها، وبقعد بقى ايه اختم شويه كده في القران، وفي نفس الوقت بسبح وكده وبذكر ربنا كتير. طبعا هنا ببدأ ايه بعد ما صليت العصر ببدأ احط حاجتي. هنا سويت الرقاق، وكمان حطيت عندي للمحشي شوربة، وفي نفس الوقت عملت اللسان عصفور، عملت الملوخية، ببدأ احمر الفراخ، وكل حاجة عملتها عشان ايه اخلص برضو خلاص. يعني العصر يا دوبك المغرب وراه على طول ما بيكملش. انا سويت الحاجة هنا بصراحة وبسبتها برضو، حطيتها عندي وببدأ ايه اقعد اختم تاني. خلاص كده هنا عملت عصير ايه، عملت عصير فراولة باللبن، وعملت كمان هنا مانجا، وقطعت فواكه عندي قطعت فواكه ايه، قطعت تفاح وموز ومانجا، وقطعت فراولة، قطعتهم كده عشان تبقى ايه كل كوبايه تاخدي منها كده بالمعلقه وياكلوا، يعني سلطه فواكه. وادي البلح، وقدمنا الاكل بتاعنا الجميل ده بالف هنا وشفا. بجد كان وجبه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت ما تعبش تاني يوم، يعني اعمل حاجتي لمده يومين. لو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. طبعا الاكل ما شاء الله ما اخدش معايا وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت عملت اكل مده يومين. حاولي كده وانتي وقاعده كده تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. والسلام.